زي ما انت شايف كده اقدر اغير لون اي عنصر موجود عندي في الفيديو، وكمان من غير ما اي حاجة تانية تتأثر معايا. طبعا من خلال مقدمة الدرس كلنا بقينا عارفين احنا هنتكلم عن ايه في درس النهاردة. وفي الحقيقة التركية دي حلوة قوي ومهمة جدا. ليه بقى؟ لان انا مثلا لو بعمل اعلان عن عربيات، بعمل اعلان عن تيشرتات معينة، عن لبس معين، اقدر ان انا مثلا لو عندي التيشيرت باللون واحد هما مدينهولي، اقدر ان انا اغير في اللون بتاع التيشيرت واعرضه باكتر من لون، وكأني بجذب انتباه المشاهد. وهكذا مثلًا لو باعمل إعلان عن عربيات أو حاجة زي كده، زي اللي أنتم شفتوه في الintro واللي هنطبّق عليه دلوقتي. وفي المطلق حركة زي كده بتلفت الانتباه أوي وبتشد جدًا. فتعالوا نعرف إزاي هنقدر نعمل ده بطريقة بسيطة جدًا، وهي تركاية واحدة. طيب أنا كل اللي هاعمله إن أنا هاقف على الفيديو بتاعي بالشكل ده، وبعد كده هادخل على الpartition أو على الworkspace الخاصة بالcolor. وبعد كده عندي حاجات كتير منهم، خلّينا نقفل مثلًا ده، عندي الbasic correction وعندي الcreative وعندي بعد كده اللي هي الcurves. هافتحها بالشكل ده، هيظهر عندي الRGB curves وهيظهر عندي الhue saturation curves. طيب بعد كده أنا محتاجة اللي هو الاختيار التاني أو الhue saturation curves. هانزل كده هالاقي أكتر من curve عندي هنتكلم عليهم الوقت الجاي، إزاي أقدر أوظّفهم في الفيديوهات بتاعتي وفي الشغل بتاعي وأطلّع منهم حاجات احترافية. لكن دلوقتي أنا محتاجة اللي هو الcurve اللي اسمه hue versus hue. طيب الhue ده إيه؟ اللي هو مسؤول عن الcolor wheel. طيب يعني إيه برضه الcolor wheel؟ اللي هو الدايرة أو الpalette بتاع الألوان. كلنا عارفين إن الألوان الأساسية بتاعتي اللي هو الred والgreen والblue، اللي هو الأزرق والأخضر والأحمر. دول الألوان الأساسية واللي بيتفرّع منهم، يعني أي تدرُّج فيهم أو مزيج ما بينهم بيتفرّع منهم أي لون تاني، فدول ال3 ألوان الأساسيين. فعلشان كده دي معلومة كده برضه لازم تكون بتعرفها. فخلّينا دلوقتي نعرف هنعمل إيه. كل اللي عليّا إن أنا هاجيب الeye dropper اللي هي عند الcurve بتاعي بالضبط، كل curve جنبيه الeye dropper بتاعته، فما أجيش بقى إن أنا عايزة أستخدم الcurve ده واستهبل وآجي عند الeye dropper بتاع الcurve اللي فوقيه. فخلّينا يعني مصحصحين كده. دلوقتي هاجي للeye dropper ده، وبعد كده هاجي هاشاور له على اللون اللي أنا عايزة أغيّره، فهو حدد لي اللون بتاعي فين. طيب أنا دلوقتي محدد لي 3 نقط، هاعمل إيه أو هاتحكم في أنهي واحدة فيهم؟ هاقول لك دايمًا هنتحكم في اللي في النُص دي، تمام؟ فهو بيقول لك إنه ده تدرُّج اللون، بس إحنا هنتحكم في اللي في النُص. فهابدأ أقف عليها كده هالاقي إن كل الألوان أو باليت الألوان بتاعتي ظهرت معايا في شريط كده بشكل طولي. هابدأ بقى إن أنا أحرّك كده لفوق، ماشي، هيبدأ بقى يغيّر معايا اللون حسب اللون اللي أنا باقف عنده، أو لتحت كده. بس لو تلاحظوا الموضوع بيتحرّك أو الline بتاعي بيتحرّك يمين وشمال بشكل أنا مش حابّاه، يعني أنا كده بيعمل معايا أخطاء. فهاضغط عليه مرّتين كده ويخلّينا نحدد اللون أهو. وبعد كده من ال النقطة اللي في النُص هاجي هاضغط على shift وهافضل دايسة على الshift وهاتحرك بقى فوق وتحت، مش هييجي معايا ولا يمين ولا شمال، وهيبقى ماشي معايا على الline بتاع الألوان بتاعتي عادي. فأنا ممكن مثلًا أخلّيها باللون ده، بُصّوا كده. ممكن كمان لو لغيت كده، لو أنا عايزة ألغي اللي أنا عملته ده وشايفة إنه مش مناسب، هاضغط double click هيتلغي معايا تمامًا. ممكن مثلًا زي اللي أنا عملتها في الintro، ولو أنت بتشتغل برضه على إعلان تعملها، إن أنا هاقطع من هنا هاعمل cut، وهاجي من هنا مثلًا كده هاعمل cut وبرضه هكذا، تمام. وهامشي بقى على كل واحدة فيهم. أنا مثلًا عندي الجزء ده بالeye dropper هاقول له دي، وبعد كده هاجي بالshift وهاخلّيها مثلًا باللون ده. فبُصّوا كده العربية أهو. هاجي بعد كده مثلًا عند الجزء التالت ده، هاشاور له برضه على اللون الأحمر، وهاجي هاضغط shift وهاخلّيه مثلًا باللون، يعني أي لون تحبوه، مثلًا اللون ده. فبُصّوا كده وهي ماشية، فالموضوع يعني بيبقى شكله حلو أوي واحترافي، مش محتاجة أي مجهود. أولًا أنا ما حصلش عندي أي jump cut، هو الفيديو بتاعي ماشي بكل سلاسة وبالترتيب بتاعه. كل الفكرة بس إن أنا عملت الكاتات بتاعتي وغيّرت في الhue
versus hue الكيرف ده وظبطته عادي جدا. طيب عايزة أشوف مثلا العربية كان شكلها إيه قبل ما أغير اللون بتاعها، هقفل المربع المعمول عنده التشيك مارك ده وهيظهر لي اللي كان قبل كده، هيتلغي تفعيل الكيرف ده أو اللي أنا عملته فيه. طيب عايزة أرجع تاني أهو، الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. بس كده، ده كان التركاية بتاع النهاردة. أتمنى تكون عجبتك التركاية دي وتكون بتفيدك. ولو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك وتقولي رأيك في الكومنتات. ولو أول مرة تشوف لي فيديو فما تنساش تعمل سبسكرايب. استنى درس جديد كل سبت وتلات الساعة 10 مساء.